السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم بغيت نشارك معكم كريب حلو بواحد الكريمه ديال الشكلاط كتجي صراحه سهله ولذيذه بزاف، والمذاق ما نعاودش لكم. تبعوا معايا الوصفه، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. عندي اول حاجه هنايا جوج ديال البيضات اللي يكونوا بالحراره ديال الغرفه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده دايبه. عندي 225 غرام ديال الدقيق فورس. عندي واحد القبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وعندي هنايا واحد شويه ديال السكر وما يعادل معلقه ديال السكر. هنا في واحد لو بول كالعاده، انا خاصني فاش نبغي ندير الحاجه الامجد خاصو حتى هو يديرها معايا. في واحد لو بول بحال شفتو درت فيه البيض مع الملحه مع السكر ومع هذاك الساشي ديال الفاني. غادي نزيد عليهم الحليب صافي، وغادي نطرب هنايا كلشي مزيان. من بعد غادي نزيد عليهم الزبده اللي كنت ذوبتها قبل، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى غادي ينسجم مع بعضو. من بعد غادي نبقى نزيد عليهم دقيق هكا على دفعات شويه بشويه، وانا كنخلط حتى غادي ينسجم ليا الخليط ديالي كامل. انا هنا استعملت الباتور باش يتخلط ليا الخليط ديالي مزيان. صافي هنا بحال اللي كتشوفوا المراحل راها واضحه في الفيديو. غادي ندير ليه واحد البابي سولوفان، غادي نخليه يرتاح نص ساعه، وعاد من بعد غادي نجي باش غادي نطيبو. ضروري البنات خليه نص ساعه يرتاح باش هكا ياخذ وقته وينجح معكم الوصفه. وهنا غادي نجيب باش غادي نشارك معكم واحد الكريمه ديال الشكلاط اللي غادي نحتاج فيها هنايا حليب دافي. تقدروا ديروا، انا استعملت، نعطيكم المقادير بالضبط اللي درت. انا درت كاس ديال الحليب، درت معاه هنايا الشكلاط اللي كنت ذوبته. من بعد غادي ناخذ هذاك الشكلاط، غادي نزيد ليه واحد طانيت ديال الشوكولا، غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نبدا نزيد عليهم هكا حليب بشويه بشويه. من بعد غادي نديرو في واحد، غادي نردو هكا في كاسرونه. المهم غادي نبقى نخلط بعدا الشكلاط مع هذاك داني الشوكولا هكا مزيان، وانا كنزيد الحليب غير شويه بشويه شويه بشويه حتى غادي نكمل هذيك الكميه كامله ديال الحليب اللي عندي. نتمنى ان هذه الوصفه هذه البنات تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليق. انا متاكده انها غادي تعجب وليداتكم وما غاديش تندموا عليها. هنا البنات غادي نديرو في كاسرونه، غادي نديه فوق البوطه. من بعد غادي نزيد عليه واحد المعلقه اولا معلقه ونص ديال النشا. غادي نبقى نحرك مزيان حتى غادي تنسجم مع بعضها صافي، وغادي نخليه هنا حتى غادي يبدا يعقد واحد شويه. من بعد غادي نحيدو فوق البوطه ونخليه باش يبرد. هنا البنات غادي نجي دابا باش غادي نبدا نطيب لي كريب ديالي، نديرهم على عافيه تكون مهيله بزاف صافي، وغادي نبقى هكا نقلبهم شويه بشويه. غادي المهم الطريقه راها واضحه وكلشي كنظن انه كيعرف يطيب لي كريب بطريقه كنوضحها اكثر، غير البنات هكا اللي اول مره يبغيو يجربوا هكا الكريب، فراه خاص تكون ضروري مقله خاصه بالكريب، زائد تكون العافيه مهيله. صافي البنات هنا غادي نطيب الكريب ديالي كامل. المهم حاولت نخلي لكم مراحل هكا واضحه في الفيديو، مره غير هكا ندور الكريب ديالي باش ما يتحرقليش من الجوانب، والطريقه راها باينه وواضحه في الفيديو. كنتمنى البنات ان هاد الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليق. والا كنتو تبغيو هكا وصفات اخرين خليوا لي في التعليق شنو الوصفات اللي تبغيو، واش نشارك معكم هكا وصفات لوليداتكم الكوتي مثلا هكا لي كاب كيك لي مادلين، اي حاجه هكا تبغيوها ان شاء الله خليوها لي في لي كومونتير. علاش لا نشارك معكم اي حاجه كنبغي هكا نديرها لولد اختي الا كان جا عندي، نبقى نصور لكم ولا نصور لكم انا وامجد بطبيعه الحال. صافي البنات انا من بعد ما طابت لي الكريبه ديالي غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. غادي نخليها دائما وهكا تكون العافيه بحال اللي شفتو هيله. والكريب ديروه رقيق، ما تسالسوش زعما كميه هكا كبيره في المعلقه اللي غتهزوا بها الكريب ديالكم. صافي البنات هنا من بعد ما طاب لي الكريب ديالي تبارك الله شوفوا كي جا زوين بزاف. دابا غادي نجي باش غادي نبدا نعمرو هكا بلا صوص اللي درت. بالنسبه للتزيين تقدروا ديروا اختياري، بالنسبه لي انا درت ليها هكا غير الشكلاط اللي اولا الكريمه ديال الشكلاط اللي كنت درت معاكم. تقدروا ديروا الا بغيتوا تعمروها هكا لداخل شويه ديال لي فروي. المهم لكم الاختيار بانكم ديروا نتوما في الحشوه اولا في لافاغس ديالو، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. غير بهاد لاصوص هادي جا واعر بزاف، جربوها وردوا عليا، انا متاكده انها غادي تعجبكم. انا البنات حاولت نشارك معكم غير شويه ديال هكا كيفاش طويتو صافي. المهم هذه درتها على مثلث، زائد درت واحده اخرى على شكل هكا رولي. كان بغاها لي مشات قال لي خالتو ديري لي بحال هذه بالضبط، كنشافها هكا يمكن شي مره في شي فيديو في هكا كيشوفوا في التليفون ولا هذا صافي، وبغيت زعما نديرها له على الشكل اللي بغا هو. صافي البنات هنا غادي نكمل هادو لي كيش ديال لي كريب ديالي.
صافي وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا واش داك النهائي ديالو. وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي، وهذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم. نتمنى ان الكريب يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه هذه ديال هذا الصوص ديال الشوكولا اللي كتجي صراحه ناجحه وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليق. ما تنساوش انكم ديروا لايك الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.